اولا تنعتذر الاخوان على هذا التوقيت اللي ما كانش في وقت محدد، هذاك خارج على الاراده ديالنا، لانه كاين ظروف ديال كل واحد عنده ظروف. على كل تنشكر الاخوه رجال الاعلام على تلبيتهم هذه الدعوه اللي هي دعوه صحفيه بمناسبه مقابله اللي غتجرى يوم 23 من هذا الشهر بمركب محمد الخامس انطلاقا من الساعه 8. فعيطنا الاخوه الاعلاميين على اساس نعرفهم بطريقه باش غادي تجرى هذه المقابله لفائده المدرب السيد اوسكار اللي غني عن التعريف. فغنخلي كلمه سي شوقي ممثل فريق الرجاء الرياضي اللي بدوره غادي. مساء الخير، شكرا للحضور الكريم والكثيف، وهذا تأكد مرة أخرى على الاهتمام الإعلام بنادي الرجاء الرياضي وكل ما كيهم نادي الرجاء. وهذه فرصة كذلك أننا نتواصلوا معكم كيف ما كنعملوا دائما. تنشكروا الشركة الراعية الثقة اللي وضعت في نادي الرجاء وفي الاختيار ديالها لنادي الرجاء باش يلعب بضعة مباريات دولية. وحنا هذا الشيء تندرج في اطار الترويج لصوره نادي الرجاء على الصعيد العالمي كما كتعرفوا، خاصه بعد السمعه اللي خداها النادي بعد المشاركه المشرفه في كاس العالم للانديه واللي توجته كوصيف لبطل العالم. وانطلاقا من هذا قررنا انه يكون واحد العدد من المباريات لتسويق صوره النادي، والاخوان في الشركه مشكورين وقع الاختيار ديالهم على نادي الرجاء. وبالتالي فاللي تم الاتفاق عليه في المرحله الاوليه غيكونوا جوج لقاءات. اللقاء الاول هو ديكيماريش اللي غنتحدثوا عليه الان، على اساس يكون لقاء ثاني خارج ارض الوطن مع فريق دولي كذلك. والامور الاخرى غادي يتحدث عليها السي العلام المسؤول عن الشركه، وسي بوبكر عماري المسؤول عن التسويق، اداره التسويق بنادي الرجاء. وحنا معكم، ولا كانوا شي اسئله مرحبا. كلمه السي العلام. مساء الخير. بدوري كنبغي نشكر رجال الاعلام كاملين على الحضور ديالهم اليوم. هاد الندوة هي مخصصة اليوم للتحدث عن المقابلة القادمة للرجاء البيضاوي ضد فريق فيتوريا غيماريش من البرتغال. بالنسبة للشركة ديالنا اللي هي ميديا 11، عندنا وقعنا عقد مع فريق الرجاء البيضاوي اللي كيتضمن 3 مقابلات وديه كما قال السي شوقي، مباراتين في المغرب ومباراه خارج المغرب. المباراه الاولى اللي هي داخل ارض الوطن فهي الان هي اللي احنا بصددها، هي مباراه غيماريش البرتغالي، فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي. وهي مناسبه باش نكرموا وجه من الوجوه اللي بصموا الكرة المغربية، اللي بصموا التاريخ ديال الكرة المغربية، واللي عطى لهاد البلاد بزاف وعطى الكرة المغربية. وحان الوقت باش نعطيوه ولو القليل من داك الحب اللي عطى المغرب والكرة المغربية. ولا كان شي أسئلة مرحبا بكم. سمحتوا اضافه قبل ما نعطيو الكلمه للسي اوسكار فولوني باش يتواصل معكم. فلا بد نوضحوا ان في هذا الامر هذا الاتفاقيه فنادي الرجاء الرياضي هو ضيف وقع عليه اختيار شركه ميديا 11 مشكوره. وبالتالي لا بد نوضحوا اننا احنا في هذه اللقاءات ما غاديش يكون عندنا لا المسؤوليه ديال تنظيم المباريات في الملاعب ولا ولوج الملاعب ولا اسعار التذاكر. اذا هاد لا لوجيستيك كامله اللي مكلفه بها شركه ميديا 11 وهي مشكوره على هذا الشيء باش نحدوا المسؤوليات، وعلى اساسها تكون الاسئله ديالكم
Et on passe la parole à Monsieur Oscar Filon. D'abord, je veux remercier énormément Multimédia 11, les représentants de Raja et à vous tous. Merci pour être présents ici. Ça me touche beaucoup et ça me donne aussi l'envie quand je vois des figures que je connais ça fait longtemps. Soit des journalistes, soit des gens qui ont travaillé avec moi, soit des employés qui sont été dans les clubs avec moi. Je dis merci, mais le choix essayer en arabe. Je crois que dire shukran, non? Barakallahu fik. بونسوار زملاء الصحفيين، سمير ديدي يومية الخبر. Coach, Oscar, oui. On est fiers de toi, vraiment on est fiers de toi. Vraiment. Et vous remercier pour les services que tu vas donner au football marocain. قبل ما ندخلوا لصلب الموضوع اللي كيهم المقابله التكريميه المدرب الكبير سي اوسكار فيلوني، كنستغل الفرصه اليوم امام الزملاء الصحفيين اذا سمحوا لي غنفتح واحد القوس باش نستفسر سي سمير شوقي، حيت ما لقيناه اليوم معنا خصنا نستفسروا على شي حاجه. اذا سمحوا لي الزملاء الصحفيين وحتى الناس المنصه، سي سمير شوقي ناطق رسمي باسم مكتب مسير فريق الرجاء الرياضي. اليوم الخمسة ونص تكذيب في الموقع الرسمي لنادي الرجاء بخصوص باصير. عندي شي ما عرفتش واش كنتي الصباح ما فقتيش ولا شي حاجه، حيت داكشي خرج البارح بالليل في ليسيت، الصباح خرج في الجرائد. السي سمير حتى للخمسة ونص عباش كيدير التكذيب، مع العلم ان مصادر من داخل مكتب الرجاء اكدت بانك انت يوم امس ولا اول امس شخصيا اتصلتي بباصير وبلغتيه قرار ديال الرئيس. اش وقع اليوم في الصباح الله اعلم، واش جلستي مع الرئيس جلستي مع باصير، حيت انا كنعرف التكذيب خرج الاخبار خرجات بالليل. انا كنهنئك على هادشي اللي كدير مزيان، خدام مزيان، كتواصل زوين. مي اليوم تفاجأت انا حتى الخمسة، انا بقيت مقابل السيد الرجاء من 8 الصباح وما جانيش نعاس بالليل، كنقول واش الرجاء غيكذبوا ما غيكذبوش، ما عرفتش حتى الخمسة. يعني كانت شي حاجه الصباح. اذا كنتي غتنفي غتقولها الاسباب، راه جلسنا مع السي باصير وتراجعنا على القرار واتفقنا، فهمتي؟ هذا من جهه نسدوا هذا القوس، وكنتمنى تجاوبني يا سمير وبصراحه. بالنسبه للاخوان المنظمين ديال المقابله التكريميه د اوسكار فيروني، ما فيها باس نعرفوا القيمه الماليه ولا التعويض اللي غياخذ هذا السيد، لان كنعرفوه كيمر بظروف في القاهره، وما كنتمناوش يتكرر السيناريو ديال عبد المجيد الظلمي. ميرسي تو الموند. شكرا على السؤال. غير احتراما لمنظمي الندوه اللي هو ماشي نادي الرجاء الرياضي، وقلنا لكم حنا ضيوف الندوه اليوم، الموضوع ديالها المباراه الدوليه ضد كيماريتش. وانا نجاوبك، انا خليتك سولتي على خاطرك وانا عندي الحق نجاوب. احتراما لمنظمين ما غنجاوبش على هذا السؤال لانه خارج الموضوع، ولكن عندي استعداد نجاوبك بكل استعداد خارج القاعه. بخصوص الشطر الثاني ديال العقد ممكن الشركه تجاوب عليه. الاخ طلب القيمه الماليه ديال هذه المقابله هذه، فالقيمه الماليه هي 3 مليون و200 الف درهم. المهم القيمه الماليه ديال اللقاء الحبي كامل غتجاوز 3 مليون ديال الدرهم. وعندنا بوند في العقد اللي بين الشركه ديالنا وبين فيتوريا غيماريش
باش ما نعطيوش لي دوني اللي كاينين في العقد. المهم المباراة كاملة غتجاوز المصاريف ديالها 3 مليون ديال الدرهم. Vous avez toujours déclaré votre dépit et votre dépit pour la non-reconnaissance du football national et surtout de ses responsables vis-à-vis de vous. Est-ce que ce geste vous réconcilie avec les composants du football national? Merci. Votre question, elle est magnifique. Vous savez que j'attendais cette question, ça fait longtemps. Oscar Foulon, il a déclaré à la presse. ¿Qué presse? Allez-y, élevez-vous. Avec qui je fais une interview? Ah, monsieur, moi je vais vous expliquer une chose. Ma vie, il parle pour moi-même. Je suis en train d'essayer de trouver un peu plus de respect entre nous. De 1999 que je suis au Maroc, je répétais la loi marocaine, la culture marocaine, la religion et les institutions que je travaillais. C'est trop facile de dire Oscar Foulonnet, il a déclaré à la presse. S'il vous plaît, sincèrement, sortez la mitraillette et directement. S'il y a un journaliste ici qui a fait une interview avec moi, je l'invite publiquement. Ou est-ce que quelqu'un il profite de créer des problèmes quand il n'existe pas? À côté du directeur de multimédia, il a assis le monsieur porte-parole de Raja. On s'est rencontrés à Tamaris. On a maintenu des relations parfaitement bien. Déclaration gratuite pour jouer avec les noms et commencer à créer des problèmes d'institutions, personnes et personnes institutions. Et je crois que pour le temps que j'habite ici au Maroc, je répétais à tout le monde. Je collaborais con la presse à le maximum. Et s'il y a quelqu'un journaliste qui peut dire le contraire, il peut se lever et me le dire. Il l'a mentionné. Moi, je vois dans la presse beaucoup de informations qui échappent totalement à la vérité. Je ne suis pas venu ici pour faire une confrontation, mais vous êtes en train de me dire, vous ne vous arrêtez pas de critiquer dans la presse. Quelle presse? D'abord, je vous fais savoir que ça, c'est un problème totalement personnel. Je viens de vivre juste quelques jours avec beaucoup de problèmes. Des sérieux problèmes. Je n'ai pas le temps pour les stupidités. Je n'ai pas le temps d'aller à la recherche des journalistes pour demander de publier quelque chose pour une publicité gratuite. Ou est-ce quelqu'un de vous qui peut me dire pendant ma carrière ici que j'étais à vous chercher pour dire s'il vous plaît, faites-moi un article dans les journaux. Alors, je crois que ce n'est pas pour moi. Ce que je vais dire maintenant, avec un français pas académique, naturellement, c'est une chose.
Pourquoi on ne vivrait pas pour construire? On vit en train de détruire chaque minute. Je suis venu ici et les premières paroles que je mentionnais, c'est merci à vous tous d'être présents ici. Parce que je crois, chose que vous pouvez dire le contraire, qu'on a eu une collaboration directe pendant toute ma carrière ici au Maroc. Alors, l'ingratitude que vous êtes en train de parler, et l'être humain, je ne vais pas sortir maintenant mes capacités ou mes diplômes universitaires. Je ne suis pas venu à faire une conférence. Si on vivait dans la construction, le futur il va être mieux. Chacun il a le droit de faire ce qu'il veut, réagir de la façon qu'il veut. Après, naturellement, il faut justifier ce qu'on dit. Des ingratitudes, je ne sais pas. Dites-moi une seule déclaration que je fais. مساء الخير. عبد الخالق السبع، جريدة النخبة الرياضية. السي العلام، على حسب البرنامج ديال اليوم المباراة كيتضح بأن ما كاينش هناك مباراة رفع الستار، خصوصا الفريق ديال 2000 اللي كان وراءه التأهيلي لكأس العالم ديال 2000 السي أوسكار فيلوني، وهادو من حقهم يحتفلوا مع هذا السيد. فهل مازال ممكن نتدرجوا هذه النقطة؟ هادو من حقهم يحتفلوا بهذا السيد. وشكرا. كنظن بان الاحتفال مع المدرب اوسكار، مع اللعابه اللي جاوروه في خلال المسيره التدريبيه ديالو، الاحتفال ماشي بالضروره يكون لقاء رفع ستار، يكونوا حاضرين معه. ومن هنا انا المهم هذه دعوه من هذا المنبر باش يكونوا حاضرين خلال اللقاء. تحية للسي العماري، السي سمير شوقي، السي العلام، مسي اوسكار فيلوني، bienvenue dans votre pays. Le Raja c'est toujours votre maison. تحية للسي الابيض. سؤال ديالي للسي سمير شوقي، بالنسبة لهاد العلاقة مع شركة ميديا 11، واش ما عندهاش ارتباط بالدوري اللي سمعنا أن فريق راجع مدعو ليه في قطر، اللي كيضم عدة أندية أوروبية في إطار ترويج لكأس العالم 2022. بالنسبة للسؤال الثاني، مسيو أوسكار، on est habitué à vous voir avec la bande qui vous porte chance, pourquoi aujourd'hui on ne vous voit pas avec cette bande? Merci. Bon, pour la première question, si j'ai permis, pour la première question, bon, نجاوبك بالعربية، سولتي بالعربية. بالنسبة للعقد مع شركة ميديا 11 كيف ما قلنا فهو تخص اللقاءات اللي تتهم نادي الرجاء الرياضي، كاينين جوج في المغرب وحده في الخارج، دونك هادشي اللي توقع عليه. اما ما قيل عن دوري اخر ما عندوش علاقة بشركة ميديا 11، وحنا ما تلقيناش دعوة رسمية. الوقت اللي غادي نتلقاو دعوه رسميه غادي نبلغوكم. كتذكروا ان لقاء الرجاء وكيماريتش كنا خبرناكم قبل من كاس العالم، لانه في الوقت اللي اليوم اللي توقع فيه العقد درنا البلاغ وخبرناكم. في نفس الشيء وقت ما غيكون عندنا شي دعوه رسميه غادي نخبروكم في حينه. شكرا. سوفيلون. Quelle est la question là que je dois répondre? La bande. La bande. Non, écoutez, chaque pays a ses traditions. Je suis né en Sud-Amérique, spécifiquement en la République argentine. Ce n'est pas seulement l'Argentine qu'on a la tendance à s'accrocher à certaines croyances.
cette croyance de protection, cette croyance de... cette amende, il était donné par ma grand-père. Mon père, il était footballeur, il a eu un accident. Après, il m'a dit, pour te protéger, tu es très jeune, je vais te donner quelque chose et tu vas te le mettre toujours dans la main. Et comme ça, de cette façon, tu vas être protégé. Ça veut dire la superstition. Je la portais toujours et un moment déterminé, c'était la protection. Et deuxièmement, pour une chose que c'était très importante. C'était mon grand-père qui me l'offrit. Je continue à le faire. Hein. Ce n'est pas que je ne l'utilise pas ici, ce n'est pas un terrain de football. Mais je continue à le faire. Maintenant, vous savez que je suis à Guelmim et à Guelmim, je l'utilise. Et dans l'Afrique, ça dépend, on appelle fétiche, macumba en Brésil, et en Argentine, on l'appelle superstition. Ce n'est pas une magie personnelle, c'est une croyance de protection. C'est tout. Comme il y a des gens qui portent des chaînes avec des objets. Et Dieu merci, je vais la garder toute ma vie. Et vous allez la voir bientôt. نور الدين إلا سمحتي نور الدين غير باش نضيف له في الجواب الأخ بخصوص المباراة اللي تحدثتي عليها فبعد المشاركة المشرفة في كأس العالم للأندية طبيعي أن نادي الرجاء غياخذ واحد السمعة عالمية. تذكروا أن 185 قناة تلفزيونية اللي نقلت المباريات ديال نادي الرجاء تعرف على الصعيد العالمي، حتى أسماء اللاعبين أصبحت تذكر، وبالتالي عادي جدا أنه تخرج بحال هذه الأخبار فيها اللي يكون صحيح فيها اللي ما غيكون صحيح. بالتالي خاصنا نتعاملوا معها بحذر، وحنا من جهتنا تنوعدكم أنه وقت ما يكون عندنا عرض رسمي نوقعوا عليه نخبروكم. شكرا. رجال كاين نقدين لوبينيون، الاخ ما قدمش الاسم ديالو مع موقع الكره. غير بور ريفونيغ لا كيستيون ديال مصطفى ابو عباد الله. السيد مصطفى il a 40 ans de service le matin. La question lorsqu'il vous a dit qu'une petite ingratitude comme ça à la presse, c'était pas son idée, c'était une conséquence de ce qu'on est en train de vivre, une conséquence de ce qu'on est en train de vivre. Alors on ferme la parenthèse, d'accord Oscar? Mais non, mais pardon, on se connaît, ça fait longtemps. Oui, on se connaît. Non, parce que lui, il a dit. Quand il a parlé, c'est pas que vous avez parlé à la presse, des interviews, tout ça. C'est une conséquence. Pardon. C'est une conséquence. C'est une mauvaise interprétation. C'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Écoutez, il a une question. C'est une conséquence. C'est que nous, on le sent. Vous ne le dites pas, mais nous, on le sent. Bon. C'est une conséquence. D'accord? Si, d'accord. Moi, non, pardon. On a... À part d'une relation professionnelle qu'on a eue, on a une relation aussi de personne à personne. D'accord. L'ingratitude, c'est le patrimoine de la vie. J'ai dit qu'on ferme la parenthèse parce qu'on s'est mis d'accord. D'accord? Moi, je suis d'accord, non parce que vous me le demandez. On s'est mis d'accord. Nous, on vous aime, un point à la ligne. Point barre. Alors maintenant, pour... Je vous compris mal. Oui. Non, je vous compris mal. Mustafa, c'est 40 ans de service, journal le matin, il est aimé, respecté, apprécié, etc. Beaucoup de choses. Oui, Oscar. Pardon. Alors maintenant, on passe... Avec moi, avec mon fils. C'est une conséquence.
Bon, d'accord, on ferme. C'est pas un problème. C'est pas un problème, Oscar. Non, pardon. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je m'excuse. Oui, maintenant on passe pour le jubilé tout ça. سي مصطفى ابيض الاخوان غير بالنسبه لا دات لو 23 زعما كاين غير دي غارونتي بان غير الرجاء غيكونوا دي جوار زوينين ذاك النهار. طيب الجواب سهل. زعما لعبه زوينين. مستوى كتقصد المستوى بطبيعه الحال. لا شوف أنا أولا تنتمنى واحد التساعد للمنتخب المغربي بأنه يمشي أبعد حد في كأس إفريقيا للمحليين. تعرفوا الأولوية بطبيعة الحال للمنتخب الوطني. إلى باراكسيدون كان المنتخب رجع بطبيعة الحال راه ليكيب غتكون كومبلي. إلا كان مازال اونجاجي فالمنتخب الوطني غنكونوا سعداء واخا ما غيكونوش الثمانية ديالنا معنا ولكن غنكونوا سعداء لأن ذاك يعني بأن المنتخب مشى لأبعد الحدود في المنافسة. ولكن الآن تركيبة الرجاء هي غنية ما عدا حتى اللاعبين الدوليين اللي كاينين باقي العناصر فهما كاينين لاعبين جيدين في جميع المراكز ممكن يشكلوا فريق متكامل. وكنظن جميع الفرق كتمنى يكونوا عندها لاعبين في المستوى ديال اللاعبين اللي خارج الثمانية داخل المنتخب. واعتقد ان نادي الرجاء دائما كان كبيرا في المباريات الدولية وكيقدم طبق شهي وجميل للجمهور ديالو. وتنتمنوا ان شاء الله غادي نكونوا في المستوى ديال الجمهور اللي غيكون غفير بالمناسبه وغادي تكون حتى لومبيونس مزيانه ان شاء الله ماشي غير في التيران في المدرجات وفي كل شيء. وانتم متعودين على هذا الشيء ان شاء الله يكون واحد العرس لان هذه المباريات الدوليه ماشي مزيانه غير الرجاء مزيانه للمغرب ككل كتعطي واحد الصيت عالمي. تنذكروا ان مباراه الرجاء ونيس بقات واحد المده كتداول في الانترنت حتى الجمهور ديال الرجاء تم تصنيفه رابعا دوليا بسبب هذيك المباراه. تنتمنوا ان مباراه الرجاء وغيماريتش ان شاء الله تعطينا واحد ان بلس للجمهور للتنظيم المغربي اللي مازال تحت المجهر لان عندنا كاس العالم للانديه في 2014. وبطبيعه الحال حنا تنعولوا كثير على وسائل الاعلام باش تواكبنا تواكب الشركه في هذه المباراه الدوليه باش تشجعنا وتشجع الشركه لان اليوم قلال الشركات اللي كيغامروا في بحال هذه المباريات. وحنا لا كانوا في المغرب واحد العشرة ديال المباريات الدوليه في السنه ماشي غير نادي الرجاء ممكن نادي الرجاء نادي الوداد الجيش التطوان جميع الفرق تدير بحال هذه المباريات. هذا ربح كبير للمغرب. وعندنا الحمد لله ملاعب كبيره في طنجه في مراكش في اكادير فحرام هذه الملاعب تتبقى مسدوده. بالعكس الا استقبلنا مباريات دوليه قويه وعندها قيمه كنعطيو واحد التوهج للمغرب لصوره ديال الكره ديالو. وحنا دائما الجمهور المغربي تيكون في الموعد بحال هذه المباريات. وبالتالي فمباراه الرجاء وغيماريتش ان شاء الله ما غتخرجش على القاعده وغتكون في المستوى. العرفاوي عن جريده اخباركم. نحن جد مسرورون لتكريم المدرب اوسكار فيلوني كما نعلم الانجازات التي قام بها من بينها درب عدة فرق مغربية والآن كما نعلم أن الحالة المادية التي هو فيها شيئا ما لا يحسد عليها. لماذا جاء هذا التكريم متأخر شيئا ما وهل سينزح هذا التكريم لأنكم مررتم بتكريم سابق للاعب الدولي الظلمي ولم يتم إنجازه واشكرا. كنشكرك أولا على السؤال ديالك. المقابلة التكريمية ديال عبد المجيد الظلمي فهي ما كانتش فاشلة بالعكس كان مشكل وقع كما كيوقع في اي بلاصه. وكنتمنى اننا الان حنا عندنا علاقه جيده مع فريق بوكا جونيور اللي كنتمناو انه يكون حاضر في المقابله التكريميه ديال عبد المجيد الظلمي. واليوم هذه المقابله ديال الرجاء ضد غيماريتش فهي فرصه باش نعوضوا داكشي اللي ضاع في المقابله ديال عبد المجيد الظلمي. شكرا. عبد العزيز حمدي جريدة الأخبار. غادي نوجه السؤال ديالي لأوسكار فيلوني بحكم أنه يتقن اللغة الإسبانية. لهذا فأعتقد أنه من الأفضل أنه باش ما يفهمناش عاود. Voy a preguntar a Mr. Oscar. Primero queremos saber si me puedes permitir para darnos vuestra situación familiar porque hemos escuchado muchas cosas. Entonces, queremos saber cómo nos preocupa vuestra situación. Queremos saber si usted está bien o no.
Et como has recibido l'invitation para este homenaje. سؤال اخر بالنسبه للجنه المنظمه، بالنسبه للتذاكر واش ما فكرتوش انها تكون في المتناول باش تضمنوا واحد حضور جماهيري باش ينجح المباراه؟ وشكرا. فقط انا سولته على وجهه السؤال بالنسبه للحاله الاجتماعيه ديالو، لانه سمعنا كثير ان الاجتماعيه ديال الحاله الاجتماعيه المزريه، لهذا ف وجهه السؤال انه يعطينا الحاله الاجتماعيه اللي نسمعوها باللسان ديالو. شكرا. Je vais essayer d'être bref à votre question. Ma situation en ce moment, c'est la meilleure situation au monde. Je dois être privilégié par Dieu. Mon époux, il vient de sortir d'une opération à laquelle il a réussi, il est en bonne santé. Et je crois que dans la vie, moi, je le donne de préférence à les sentiments. Maintenant, j'espère sa récupération pour commencer à vivre une vie tranquille et après autant de années en train de lutter contre un cancer. Alors, plus heureuse que ça, je ne peux pas être. Sur la situation personnelle maintenant de moi, je suis au Sahara maintenant et très bien. Je me sens bien, en paix. Encore une autre fois dans le terrain, avec mes esprits bien clairs. Et je, toujours comme je le fais dans ma vie, c'est des gens qui la confient en moi et je ne vois pas le décevoir. Alors je pense que j'ai répondu à votre question. يوسف شاني راديو مارس. اولا بالنسبه للشطر الثاني من الاسئله ديالك، اجتمعت اللجنه التنظيميه وبعض الدراسات فكرت على اساس تحتفظ بنفس الاثمنه اللي هي كاينه في البطوله الاحترافيه، الا وهي 30 درهم 60 درهم 100 درهم متناول للجميع. هذا هو الاثمنه اللي غتكون تروح ان شاء الله. تفضل سي يوسف. بونسوار توس، السلام عليكم. بالنسبه للسؤال ديالي للجنه التنظيميه، واش لوماج اللي غديروا الاوسكار واش غادي يكون غير معنوي ولا مادي؟ واش كاين واش لو كونترا ستيبول ان مونطون فورفيتير ولا اون فونكسيون دي بيي فوندو؟ بالنسبه للسؤال الثاني، هو كنعرفوا الماتشات ديال الجوبيلي كيكثر التصاور، يعني المراسم كيفاش غيكونوا؟ واش غادي يكون لقاء في يعني معايير دوليه؟ واش 3 remplaçants ولا 4 remplaçants؟ حيت كنعرفوا بنزرتي غادي يجي، سي لوكازيون بور لوي بور كويير لي فروي ديال اكادير. واش غادي يكونوا لي شونجمون بزاف؟ يعني هاد واش ديجا اتفقتوا مع ليكيب ديال كيماريس ولا بغينا نعرفوا؟ باش حيت بعض المرات كيكثروا لي شونجمون دون ان ماتش حتى الماتش كيفقد الحلاوه ديالو. بالتالي كما قال سي شامل سوقي الناطق الرسمي ان المباريات دابا لو نيفو طلع، خص بقى ديما الرجاء يعني في لو نيفو مونديال. اي ميرسي. شكرا. بالنسبه للعقد ديالنا مع سي اوسكار، فهو عقد هو طلب حسب الرغبه ديالو انه يكون بيننا وبينه، فهو بطبيعه الحال فيه امور ماديه. بالنسبه للقاء ديال كيماريش مع الرجاء، فهو لقاء فيفا، يعني بالمعايير اللي الفيفا. سي شوقي، بالنسبه للمباراه كما قلت، فمباراه اولا فيها سمعه ديال كره القدم المغربيه، فتقديم الصوره لكره القدم المغربيه على العموم وفريق الرجاء الرياضي على الخصوص، وبالتالي غادي نعملوا بان يكون المباراه في مستوى عالي. التغييرات، عدد التغييرات مازال ما اتفقناش عليهم، لأن تعرفوا هذا كيكون واحد الاجتماع تقني تنتفقوا عليه، ولكن غادي نشتغلوا في هذه المساله على اساس ان نعطيو المباراه هذيك القوه ديالها والفعاليه، باش حتى الجمهور المستوى اللي يشوف في الشوط الاول يشوفوا في الشوط الثاني، باش تمشي في نفس الوتيره. شكرا. اسئله اخرى؟ الى السؤال الاخر عطي سؤال حول مصطفى تكتبي موقع الميادين.com. عندي واحد التساؤل حول واش ما يمكنش يكون نقل تلفزي، لان تنعرفوا انصار الرجاء راهما في العالم كاينين في امريكا، في اوروبا.
وتا هما مشتاقين يشوفوا فيلوني، لان فيلوني هو رمز من الرموز ديال اللي داز فريق الرجاء. شكرا. شكرا. بالنسبه للقاء فهو لقاء بطبيعه الحال منقول على شاشه التلفازه. لحد الساعه عندنا اتصالات بالعديد من القنوات. كنتمناو ان الامور تكون ان اللقاء يتبث في جميع انحاء العالم. شكرا. نوردين عندك شي سؤال ماركتينغ؟ السلام عليكم. بوبكر عماري رئيس لجنه التسويق فريق الرجاء البيضاوي. التدخل ديالي الا ما كانش ديريكتومون سي تو سامبلومون باغ ليتيك لا ديونتولوجي ديال ليكيب وديال المكتب المسير اللي خدينا قرار انه يكون واحد الشخص اللي كيمثل الفريق اللي هو الناطق الرسمي باسم الفريق. غير يعني الا كان شي سؤال ديريكت نقدر نجاوب عليه. الا كان السؤال اون جينيرال يعني المساله اللي نقدر نقول لك على التسويق في فريق الرجاء البيضاوي، يعني هذا العقد اللي توقع مع الشركه ميديا 11 عقد دات دو لافون كوب دو موند، سافو دير كو ماشي لا كوب دو موند. عندنا خطه عمل واستراتيجيه اللي خدامين فيها في مجال التسويق، يعني باش نسوقوا العلامه ديال فريق الرجاء البيضاوي عالميا. بدينا كنتوصلوا بالكثير يعني من هذه السمعه الحمد لله طيبه اللي خلاها فريق الرجاء البيضاوي في كاس العالم للانديه البطاله الاخيره. كنتوصلوا يعني بدي زوفر ديال دي كلوب، ديال دي ماتش دو غالا، ديال مسائل ديال سبونسورينغ، ديال عقود شراكه مع نوادي اجنبيه، مع شركات اجنبيه. شي حاجه اللي كونكريتمون كاينه دابا يعني نوار سور بلون ما عندناش، يعني دو مومون كو مازال ما كاينينش لي كونطرا. انا اللي كان زعما كنواعد زعما الجمهور المغربي هو ان يعني ما غنقولش يعني بكل تواضع ما نقولش غادي نطلعوا لابار هذا العام بزاف، ولكن دخلنا في واحد الخطه ديال العمل اللي كنحاولوا اون ايسي دوبتيميزي لو ماكسيموم دو ريسيت بور لو كلوب، وغاديين في هذه الطريقه والحمد لله اللي فروي ديالها غادي يبانوا يعني بغضون شهر او شهرين يعني غيتم الاعلان على بزاف ديال الصفقات بالنسبه للنادي ان شاء الله في مجال التسويق. غير ما حدنا شادين ديال الافكار ديال التسويق راه مهم. المهم شي جرائد بداو كيقولوا بان شي لاكتويل سبونسور زعما راه ما تكون ما بقاش ولا شي حاجه. واش ممكن تعطينا غير شي نظره على لو نوفو اريفون؟ لاكتويل سبونسور يعني كتعني بالكلام ديالك لاكتويل سبونسور ديالنا اللي كنلعبوا في المايو شي جرائد اللي حد الساعه يعني هذه المعلومه يعني دارت في لي سيت انترنت وفي لي جورنو. ما كاينه حتى شي حاجه لان هذاك شريك ديالنا من اكثر من 12 سنه ودرنا فيه الثقه كما دار فينا الثقه، والحمد لله حتى هو الاسم ديالو ارتبط بفريق الرجاء البيضاوي. باش نقول لك ما كاينينش عروض، كاينين عروض حنا بصدد الدراسه ديالها، وهذا ما كيعنيش ان غنتخلاو على هذوك الناس، لان هذوك الناس حتى هما اكيد الا شافوا عرض ولا جوج عروض غادي يتقدموا بالعرض ديالهم. ولو كلوب لي فيديل لي زونسيان بارتنير، يعني احنا في هذا الاطار يعني حل الباب، يعني ما كنبيعوش غير كما كنقولوا المايو لي بانو. هذا هو الخطه العمل اللي دويت لكم عليها اللي غنعلنوا عليها يعني من دابا ان شاء الله شهرين. يعني عندنا plusieurs services à vendre dans le cadre du marketing du club ان شاء الله. كنظن سمير غناخذ الكلمه، بغينا نسمعوا ابيض الا كان ممكن. انا ما سمعناكش مزيان ابيض، ما سمعناكش. عطينا شي حاجه اكس ديريجون ديال الرجاء وكتعرف اخوان الرجاء، بغينا تعطينا شي كلمه. خذ الميكرو بالنسبه للاسواري. انا الان الدور ديالي في هذا ميديا 11 هو مكلف بالجانب التنظيمي. تكلمنا بالجانب التنظيمي الامور كلها مرتبه مقاده، التذاكر موجوده، كل المسائل كلها كاع اللي كتعلق بالتنظيم كل شيء واجد. التذاكر عملنا 42000 تذكره، فيها 30000 في المنصه الغير مغطاه و10 تذكره في المنصه المغطاه، وكاين 1000 في المنصه الرسميه.
بطبيعه الحال كاين دعوات اللي هما زايدين في هادشي. تنقول لك دعوات اليوم. الاخوان سمير، شكرا على انتباهكم مره اخرى، الى اللقاء.